السلام عليكم ورحمه الله. جمعه مباركه. كانت ساهله عليا حتى شي حاجه من هذا الشيء، ولكن تحطيت في موقف انني خاصني ناخذ القرار. اللهم نبكي شهر شهرين 3 شهور ولا نبكي حياتي كامله حيت واحد العلاقه غير مناسبه لينا. شو ترددت بزاف باش ندير هاد لي ستوري، واش نديرهم واش ما نديرهمش، ولكن ميمكنش ما نفضحش لكم. عائلتي الثانيه، عرفتوا السند ديالكم ليا فاش كندخل كنقرا الميساجات، راه كنقرا ميساجاتكم كاملين، فاش كنقرا دعاويكم كاملين. خليت راسي حتى جمعت راسي شويه وقدرت ندير لكم لي ستوري باش ما نبكيش، باش ما نتدمرش، باش حيت انا عارفه صاحب الشفايه كثار، وبغيت نقول لكم هاد الكلمه اللي تشفيت بلا، وراه الحمد لله ما كان حتى شي حاجه تشفي، بصحتي بعافيتي، هازه راسي بمصروفي الحمد لله، بخدمتي قادره نبدي حياه جديده، فالحمد لله. الناس اللي بغاو يتشفاو في علاقه انها ما كملتش هادشي، ما كان حتى شي حاجه اللي غتشفاو فيها، هذا مكتب الله، وليت شفيت بلا. وبغيت نقول لكم البنات شكرا بزاف، راه قد ما شكرتكم قليل، نتوما عائلتي الثانيه على الطلاق. وبالنسبه انا نهضر لكم على واحد النقطه اللي بزاف كيهضروا عليا، الاتات دات له الاتات قشطاتو ضحكتوني. الدار انا فرشتها، بالنسبه للناس اللي غيقول لك تتصرف، ما كنت نصرف ما والو، هذيك الدار انا بغيت نفرشها حيت كانوا عندي الحمد لله الامكانيات، وبغيت نفرش فين انا نعيش وفين انا نرتاح، حيت كنت ناويه الدوام، وكنت ناويه انهم نكملوا ونزيدوا، كانوا عندي طموحات وكان عندي احلام ونديروهم، ولكن ما كتبش اننا نكملوا بزوج، ما كتبش اننا نعيشوا داكشي، فصافي العشره سالات ونهايه اخلاق. ما غادي ندوي عليه حتى بشي حاجه الخايب، وما غادي نقول عليه حتى شي حاجه خايبه، الله يسهل عليه ولا يسهل علينا كاملين. قلت لكم اتت الدار، واكيد ملي خرجت ما غنخرجش الاتات ديالي مورايا، اكيد اي مرة ما غتخليش اتاتها موراها اللي دارته هي، اختاريته بحب بذوقي اختاريته انا، يعني 5 شهور ديال تماره وديال الاختيار، ما كانش سهل ديال تماره وديال الاختيار، ما كانش سهل عليا اني نقلع لوحه بلوحه، راني مرض دازت عليا. يا ربي استغفر الله العظيم. المؤمن مبتلى اكيد، وانا ماشي الاولى ولا التاليه. كاين بزاف ناس كيطلقوا، غير هي لا بيريود الاولى كتكون صعيبه، وفاش كتشوفوني انا كنبكي راه ما كنبكيش على شي حد، زعما راه كنبكي على السيتواسيون ديالي، كنبكي على انا شنو كنت ناويه. راه في 20 يوم حياتي كانت هاك ولا هاك، تقلب الموازين ديال حياتي. دابا كتلقاوني البنات جالسه وكنشوف السقف دايره هكا، ما عارفاش منين نبدا، بروغراماتي تلفو بروغراماتي تقلبوا. كنت في دويرتي جالسه معززه مكرمه، حتى دابا معززه مكرمه، لقيت راسي مشيت كريت هزيت الاتاس ديالي، ما كانش ساهل عليا، راه ملي قلعت الاتاس ديالي راه بكيت وتأدسمت. ولكن البنات كنحمد ربي ونشكرو ربي، عطاني القوه، ربي باش تاخدي داك القرار وتزطمي على قلبك، راه زطمت على قلبي وعلى مشاعري باش ناخذ القرار اللي في الصالح ديالي، باش ناخذ القرار اللي فيه مصلحه ليا، القرار اللي غيخدمني ويخدم راحتي النفسيه ومستقبلي، حيت ما بقيتش مرتاحه البنات في ديك العلاقه نهائيا. فكان لابد انني نصطم على واحد الدنيا كتعيشك واحد المواقف، انه كضطري توقفي تخلي على واحد الحاجه اللي كنتي باغياها بزاف من اجل راحتك النفسيه، ومن اجل صحتك وسلامتك العقليه، ومن اجل انك تكملي على رجليك ويكون عندك مستقبل ان شاء الله للاحسن. ماشي نهايه العالم، لا الدنيا واقفه عليه ولا الدنيا واقفه عليه ولا الدنيا واقفه على حتى شي حد اخر. فالحمد لله انه ربي عطاني هذه القوه باش نتجاوز، وربي عطاني القوه باش نوض، وربي عطاني القوه باش ناخذ قرار اللي هو مصيري في حياتي. واخا تكرفصت، واخا مازال يمكن تابعني شويه الازمات، حيت ماشي سهله الوقوف على رجليا، ولكن كنحمد ربي ونشكر، انا ثقه في القوه ديالي اللي عطاني سيدي ربي. فاش كتوكلي امرك لله سبحانه وتعالى، وكيكون عندك اليقين بالله سبحانه وتعالى قوي، تاكدي انه ربي عمرو يخيبك. تحطموش، واخا انا اللي محتاجه دابا الدعم، ولكن واخا هكاك غنعطيكم الدعم، ما تحطموش وكونوا قويين، حيت انا عارفه انه بزاف ديال النساء دابا في بلاصتي، وبزاف ديال النساء كيمروا من حالات الطلاق، وبزاف ديال النساء ربي ما عطاهمش القوه باش يقدروا ياخذوا هذا القرار. فبغيت نقول لكم رحمه ربي واسعه، واي وحده تظلمات وتعذبات في حياتها ربي غادي يعوضها. كذلك ومثال، كنا كنعيشوا الحلوه والمره، وكنا كنبارطاج معكم غير الحلوه، المره ما كناش كنبارطاجيوها معكم. فبغيتكم غير تعرفوا انه اقسم بالله البنات الا درت المستحيل على وديت العلاقه ديالي، انا ماشي من النوع اللي غلط واحد برا ولا ما نصبر، لا والله العظيم البنات الا صبرت وحاربت وتقاتلت على العلاقه ديالي
وربي ما جابش تيسير. صحابات كتعطي النصائح، كنعطي النصائح والحمد لله درت بيهم، خرجت بشاني ومرشاني وخرجت معززه مكرمه واختاريت الحياه اللي كتناسبني وخرجت من واحد الحياه اللي ما كانتش مناسباني وما فيهاش لي كونديسيون اللي انا بغيت وما ما فيهاش داكشي اللي انا كنت كنتمنى ونطمح. فقررت انني نخرج منها باش نكسب راحتي ونكسب راحتي ونكسب حياتي ونكسب مستقبلي. حيت انا قبل ما ناخذ هذا القرار البنات فكرت عرفتوا جلست شحال وانا كنفكر باش خديت هذا القرار اللي لقيته مناسب. والحمد لله عائلتي كلهم شافوا قراري مناسب حيت هما كانوا عارفين شنو كان بيناتنا وكانوا شايفين كلشي على عينيهم، فكلشي العائله ديالي ابروفاو القرار ديالي. اخر حاجه بغيت نقولها هو انه كيف قلت لكم الاتات خديته كان ديالي، ما خديت حتى شي حاجه ماشي ديالي، داكشي كان ديالي درتو بشهوتي فخديتو. اكيد ما غنخليش مورايا يرجع له هو يقدر يتزوج مورايا ولا يجيب وحده الله يسهل عليه نشوف انا شي وحده تبوزا في الاساس ديالي، اكيد امبوسي لا يمكن. العلاقه ديالي تنازلت على السكن، تنازلت على كل شيء، وبغيت حتى شي حاجه. خديت حاجه وحده اللي هي الاساس اللي هو درتو انا ديالي، والطوموبيله كيقولوا راه ديالي، يعني ما خديت حتى شي حاجه من عنده، ما محتاجش الحمد لله، مقتدره، ربي ميسر عليا اموري، بغيت غير راحه البال وبغا غير نرجع نعيش حياتي ونوقف على رجليا. وبيان سور نتوما معايا وبغا تكونوا معايا كيف ما كنتو معايا في زواجي، كنتو معايا قبل ما نتزوج، كنتو حضرتوا معايا الطلاقي، غتحضروا معايا حتى كيفاش غنوض على رجليا مورا الطلاقي وكيفاش غنعاود حياه جديده، وغادي تكونوا نتوما الداعمين ليا. انا عارفه، بغيت نقول لكم الله يكبر بكم، راه كنبكي بدموع الدعم ديالكم بكاني. كندخل كنلقى البنات هاجمين عليا، غير ورينا، غير نشوفوك، غير نطمنوا عليك. الله يكبر بكم، فخر كبير ليا وشرف كبير ليا حبكم، شرف كبير ليا دعمكم، كنموت عليكم. الحمد لله هذا نعمه من فضل ربي، وشرف كبير ليا حبكم.